مذهل. تقليد ممتاز جدا. يعني هاي اللوحة معمولة بشكل احترافي لدرجة انه ممكن تعملكم مشاكل قانونية. شكلها تودينا في داهية اللوحة دي. مشاكل قانونيه ايه يا هندسه؟ اللوحه دي اصلا مسروقة بعرف. وانت عرفت بقى الاصل من التقليد؟ طبعا. جويا هون ما كان عم يرسم جمال، كان عم يرسم انهيار. فرشيته كلها تردد وانكسار وشوية عدم انتظام وعصبية. المزور دايما بيكون فرشيته تقني وأنظف، أما الأصل دايما بيكشف عن تعديلات وعن تردد. المزور دايما بيعرف شو بده من أول الطريق. بس برغم كل هالشي فأنا جدا معجب بهذا الشغل وكمان بالتقليد، ولكن العنصر الحاسم بالنسبة لإلي هو إنه جويا رسمها على جدار من الجبس وبعدين تم نقلها على الكانفاس. المزورة الثانية مرسومة دغري على قماش. بالرغم من كل هذا الشيء فأنا كمان معجب باللي معمول على قماش واللي هي التقليد أصلاً. أنا اللي رسمها على فكرة. أنت لبناني؟ إيه لبناني. تقبرني. بس يا صفية بس. طيب يا ترى عندك حد يشتري؟ طبعاً، وبأكثر من 6 مليون دولار. بس بدنا ننطر شوي. لا ننطر ايه ده؟ احنا لو نزلنا بيها السوق هتفرتك الدنيا، الناس هتبقى عليها طوابير كده، خصوصا بقى لو مطعم وبيعمل افتتاح ويحطها في الواجهه، الناس هيجي لها تسمم من قبل ما تاكل. بس يا سيد. طيب خليني أعمل بكرة تليفون وحرد لكم خبر آخر النهار. عظيم. إن شاء الله بنلتقي على خير. إن شاء الله. يعطيك العافية. ميرسي. نعمل ايه؟ هنكمل. على ما اللوحة ما تتباع هنكمل مع هاشم الفحام. عايز كل واحد فيكم يبقى مستعد.